Donc, alhamdoulilah, on se retrouve encore une fois sur le Festival international du film amateur, l'édition الثامنة ديالو. في انتظار رئيس لجنة التحكيم السيد ماهر حشاش اللي غادي يلتحق بنا بعد لحظات. رئيس لجنة التحكيم هذه السنة من أصل أخذ طابع دولي، وغادي نخلي الآن الكلمة للسيد رئيس المهرجان عز الدين ميساوي. السلام عليكم، مرحبا بجميع المنابر الإعلامية سواء المحلية أو الوطنية أو الجهوية. كنشكروا الحضور ديالكم في هذه الدورة الثامنة ديال المهرجان خلال هذه الندوة الصحفية اللي كتنعقد داخل مقر جمعية رسالة الفن. المهرجان هذه السنة هذا منظم ما بين 21 و 26 نوفمبر. كما راكم عارفين المهرجان كان عنده جوج ديال نسخ رقميه بحكم الظروف اللي كانت على العالم كامل ديال الجائحه. هذه السنه ان شاء الله اللي دائما كيكونوا حاضرين معنا في هذا المهرجان. هذه السنه هذه اختنا واحد طابع جديد في المهرجان اللي هو اكاديمي. كذلك اشتغلنا على كل ما يتعلق بالامور ديال الندوات، كاين الندوات الوطنيه والندوات الدوليه. وعندنا مكرمين هذه السنه اللي ناقشوا في هذه الندوه الصحفيه. كذلك هذه السنه هذه اللي بغينا نشتغلوا عليه اللي هي واحد الواقع الافتراضي او الميتافيرس، هو جميع العروض الافلام المشاركه هذه السنه هذه اللي ما يقدرش انه يحضر في المسرح محمد السادس او لا في العروض الافلام، يقدر يتبعهم في الواقع الافتراضي اللي هي الميتافيرس، اللي هي واحد الحاجه جديده اللي كتشتغل عليها جمعيه رساله الفن هذه السنه هذه. كاين فيلم استراليا، من فرنسا، في مصر، من المغرب، من تونس، يعني كاين افلام مشاركه من عده دول سواء عربيه سواء اوروبيه سواء يعني افلام اللي اختاريناهم هذه السنه هذه هو الذي تباروا على 6 ديال الجوائز اللي هي جائزه الكبرى، احسن جائزه الكبرى لجنه التحكيم، احسن اخراج، احسن سيناريو، احسن ممثل، احسن ممثله. وهذه السنه هذه ان شاء الله بحول الله الاشتغال ديالنا كما كتعرفوا هو بشراكه مع شعبه الاعلام والتواصل بجامعه محمد الاول، اللي بغينا ان الشباب الشعبه انهم يستافدوا من واحد العده ديال الساعات اللي تقريبا ما بين 9 ديال 10 الساعات في 4 ديال الورشات التكوينيه اللي غادي ياطرهم انيس الاسود مخرج تونسي في ورشه الاخراج. كذلك عندنا في الكتابه الفيلميه مع سيناريست عمر جدلي، معنا كذلك الياس يحيوي في المونتاج والتوضيب سواء من ناحيه الافلام القصيره او لا في الريبورتاجات او الوثائقيات ديال الصحافه. كما راكم عارفين لاسوسياسيون ميساج داخ ديما كتعتمد على الورشات قبل الحفل الافتتاح. علاش حنا ما كنبغيوش في المهرجان ان كل شيء يتجمع في المهرجان؟ الا درنا الافتتاح مثلا في لو 23 مثلا في 23 نوفمبر غادي يكون واحد الساعات قليله ديال المهرجان. الوغ الجمعيه عطات اسبوع ديال العمل من تقريبا من الحد حتى السبت، من الدور الصحفي اليوم الى غايه السبت، باش ان جميع يعني الفئات اللي في مدينه وجده تستافد. في كنقولوا جميع الفئات يعني ما كنساوش حتى الفئات الصغرى اللي هما عروض المدارس. كنحاولوا ان جهه الشرق بصفه عامه ووجده بصفه خاصه أننا نعطيو لها واحد الطابع سينمائي شباب، لحقاش الجهه الشرقيه ديالنا متعطشه لهذه الامور، خصوصا اللي كنقولوا السينما ديال الهوات، يعني كنعطيو الفرص للشباب باش يتلاقاو مع المخرجين سواء كيكونوا مخرجين من المغرب او لا خارج المغرب. حاجه مهمه هذه السنه هذه اعتمدنا على جوج ديال الندوات. كاين الندوه الدوليه اللي العنوان ديالها نحو تدويل الافلام الهوات، اللي غادي نبارطاجيو مع هاد المؤطرين وهاد المسيرين ديال الندوه المحاضرين كيفاش ان الافلام الهوات او الوثائقيين او الروبورتاجات الصحفيه او لا كيفاش انهم يشاركوا في المهرجانات الدوليه، كيفاش هما المعايير باش ان هاد المحتوى كما نقول محتوى رقمي يعني سواء يعني بجميع الاصناف ديالو كيفاش انهم يشاركوا تكون الواقع السينما الهوات في المغرب. الذي تعالج واحد الموضوع مهم مع اساتذه كبار، مع منتج رشيد الشيخ، مع استاذ من الجامعه، مع يعني مع ممثل محمد نعيمان، يعني هاد الممثلين كيفاش
السينما الهوات كيفاش الواقع ديالها في السينما كاينه ارضيه كما عندكم في الدوسي دو بريس، كيفاش غادي نعالجوا هذه الامور. والاجمل هاد السنه هذه هو تكريم، يعني هاد التكريم او لا هاد الاصدار اللي يكون هاد السنه اللي الجمعيه خدمت عليه سنين، هو تكريم خاص للراحل المخرج جمال الدين التخيسي، اللي هو ولد ابن منطقه ديال الاساتذه ديال اي واحد تعاون معاه او اي واحد كان معاه. بغينا هذا الكتاب هذا اللي هو الاصدار ديال جمال الدين التخيسي، وغادي يكون عنده واحد التوقيع الكتاب اللي يعني الكاتب ديالو حمد الجلماسي اللي يكون في مسرح محمد السادس على حسب البرنامج اللي عندنا تمايا. هذا الكتاب هذا كان خصو يكون نهار اللي توفى هذا السيد هذا، لحقاش المخرج جمال الدين التخيسي ماشي مخرج عادي في مدينه وجده. الا جينا نشوفوا افلام يعني عده مسرحيات وعده، يعني اشتغل على المستوى الوطني وعلى المستوى الدولي باش انه يكون واحد الكتاب بغيناه الذي يقراه غادي يعرف باللي ان في مدينه وجده او لا بجهه الشرقيه بصفه عامه كاين طاقات، كاين اساتذه كبار. يعني وقررت لاسوسياسيون ميساج داخ جمعيه تسعة الفين ان كل سنه انه يكون معليش خذ نفس مع الصحافه. السلام عليكم جميعا. الحقيقه انا اول مره بكون بوجده، لكن المغرب اكثر من مره، فاحنا لفينا المغرب من شرق لغربها زي ما بيقولوها ومن شمالها لجنوبها، والحمد لله هي اول مره بكون بوجده، وانا من سعيد جدا انه اكون اشارك في هذه الدوره المهرجان الهواة. والحقيقه هو انا الدوليه، حنتكلم عن دوليه الافلام الهواة، حنتكلم عن صناعه السينما وعن كيفيه الوصول الى المهرجانات الدوليه الخارجيه خارج المغرب. يعني الدوليه حتى في المغرب في دوليه، لكن المقصود فيها هي خارج المغرب، سواء العربيه او الاوروبيه. يعني هذا كل شيء لحد الان انا يعني بالنسبه كلجنه تحكيم كالندوه الدوليه اللي حكون مشارك فيها ان شاء الله تعالى. وان شاء الله تعالى نتمنى لكم ان تستمتعوا معنا في هذه الايام الموجوده بالافلام. اي سؤال طبعا انا بتكلم، انتم زملائي، يعني احنا اضافه للاخراج السينمائي انا تخصصي الاخراج السيناريو والاخراج، ولكن برضو عملت في مجال الاعلام اكثر من 15 سنه مع اكثر من قناه، منها الجزيره ومنها فلسطين والقدس، القنوات الفلسطينيه معظمها، اضافه الى بعض القنوات الاوروبيه. فاحنا يعني انتم زملاء، صحيح الاعمار تتفاوت، ولكن مرحبا بكم، وان شاء الله تعالى يعني تستمتعوا معنا.